ما يقدرش انا بقول ولا بعد 200 سنه ممكن ان حد يعمل نفس اللي عمله محمد صلاح في ليفربول. محمد صلاح حط مصر وحط المصريين واللاعبين المصريين في خانة في انجلترا لا يمكن نسيانها ابدا، لا يمكن نسيانها ابدا. محمد صلاح ضرب كل الارقام القياسيه لكل اللعيبه اللي قبله، لكل اللعيبه اللي قبل محمد صلاح. ليه؟ لان مش بيسطر، ده بيسطر تاريخ للوطن العربي كله والمصريين كلهم في الحقيقه. يعني اقول لحضراتكم ليه محمد صلاح، اجيب لكم انا من على الواتساب اهو. فين؟ محمد صلاح جاب 41 هدف، اكتر واحد سجل لفريق انجليزي في دوري الابطال. 41 هدف في دوري الابطال. طيب 44 هدف اكتر افريقي سجل في دوري الابطال. 41 هدف هداف ليفربول في دوري الابطال. 129 هدف هداف ليفربول في الدوري الانجليزي. 44 هدف الاكثر تسجيلا في اول موسم مع ليفربول. 34 هدف الاكثر تسجيلا في مباريات بموسم واحد. 10 مباريات الاكثر تسجيلا في مباريات متتاليه. 10 مباريات متتاليه بيجيب اهداف. 11 هدف الاكثر تسجيلا في موسم واحد بدوري الابطال. جايب في موسم واحد 11 هدف في موسم واحد في دوري الابطال، مش في كل المواسم. 12 هدف هداف قمه ليفربول ضد مان يونايتد. جايب 12 هدف في المباريات المشتركه زي الاهلي والزمالك كده. ما يقول لك مثلا ايه ده علاء ميوب جايب 6 اهداف في مباريات الاهلي والزمالك، انا جايب جون في مباريات الاهلي والزمالك، والكابتن الخطيب يمكن جايب جون او 2. لا، جايب جون في التعادل اللي هو من بعيد ده. هاتوا يا عم، هاتوا الناس تتفرج عليه. هاتوا يا محمد، هاتوا الجون ده، الناس تستمتع يا ابني. يا ابني الناس تستمتع يا ابني. ده كان في الدوري اخر ماتش. ما انا لازم اقارن نفسي بمحمد صلاح كده. امال انا عمال اتكلم على محمد صلاح ببلاش. محمد صلاح يا جماعه كسر الدنيا بفضل الله، بفضل الله. محمد صلاح كل ما اصوات، خدوا بالكم، خلي الاصوات اللي بتحقد على محمد صلاح تحقد، لان كل ما تيجي تحقد عليه ربنا يقوم كرمه. كل ما تيجي تحقد عليه ليه؟ ربنا بيكرمه ليه؟ بجانب دعوه امه وابوه، ربنا يديهم الصحه يا رب. اهي يا نهار ابيض، ما جابوش محمد صلاح ده اهو. ده ما جابوش محمد صلاح من نص الملعب اهو. بص يا نهار، في الثمانية كان ناس بس محمد صلاح على فكره جاب اجوان في الاهلي وجاب اجوان في الزمالك ايام ما كان بيلعب في المقاولين العرب. فمحمد صلاح يا جماعه كل ما غير دعوه ابوه وامه عملوا الطيب. وراجل خير، وراجل يعني مش عايز اقول لحضراتكم لما بيحب يعمل. اولا بدأ في عمل مستشفيات في بلده، وعمل وساعد ناس كتير في بلده، وعمل مؤسسة خيرية. ربنا يكرمك يا محمد يا رب. محمد أسطورة، محمد أسطورة كرة القدم المصرية عالميا. ما حدش يقدر يتكلم تلت التلاتة كام.